انتصار الجاشية وحقيقة بافل طالباني. كلمة سياسة في اللغة العربية مشتقة من الفعل ساسة، ومعناه ترويض الخيول وتربيتها. لهذا فإن السياسة في جوهرها هي مسألة تربية وتدبير وإدارة. في عام 1966 أضاف الكرد تعريفا أكثر دقة وأليق بهذا المصطلح، فبدلا من مصطلح السياسيين أطلقوا على من يتلقون الرعاية والتربية والتوجيه من محتليهم تسمية جاش أي جحش. وكما أن كلمة سياسة مهمة للعالم، فكذلك لكلمة جاش أهمية مماثلة في موسوعة الثقافة السياسية للكرد. فكلما أراد الكرد أن يخطوا خطوة نحو الحرية منعهم الغزاة المحتلين من خلال هؤلاء الجحوش. منذ عام 2017 يرفع بافل طالباني راية الجاشات. فيا ترى كيف تحول بافل طالباني الذي لم يكن يعرف كيف يرتدي حذاءه ويتحدث بأسلوب مهرج يتحول إلى سياسي في كردستان خلال 9 سنوات فقط؟ السبب واضح. في القرن 21 كانت الجبهة المعادية للكرد وكردستان بأمس الحاجة إلى شخص لاستخدامه لوأد آمال الكرد وتوقيهم للحرية، فكان اسم بافل طالباني الشخص الأنسب لمهمة الجاشية، لأن بافل طالباني لم يعش قط في كردستان ولم يكن يعرف التحدث بالكردية، وكان منغمسا غارقا في الكحول والقمار والمخدرات. كانت عائلته وبالذات والده جلال طالباني قد منعه من القدوم إلى كردستان، ولم يكن يشاركه في الأنشطة السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني. كان بافل طالباني الذي لم يكن له أي صلة بالهوية الكردية القومية، والذي لم يعرف أي معنى للولاء للأرض والوطن، أداة غاية في السهولة للاستخدام. لذلك تم تلميع صورته وتزيين سرجه وتعيينه رئيسا للاتحاد الوطني. وكحال جميع الخونة يستغلون في البداية ويصقلون وتلمع صورتهم، ثم يرفعون إلى مصاف العظماء، ثم يستعبدون ويسترقون ويسخرون، وبعد انتهاء مهامهم وانقضاء أجلهم يرمون في مزبلة التاريخ. بافل طالباني يمر اليوم في مرحلة البريق واللمعان، وتصور انتصاراته الوهمية الكاذبة على أنها حقائق، لكن في الواقع بافل طالباني ليس إلا دمية ومهرجا وأضحوكا زمامه في يد إيران وبريطانيا وكل من يعادي ويعارض استغلال كردستان. يقاد أينما أراد من يمسك بزمامه. فهل يعد منع مداواة وتلقي العلاج لبيشماريا كغزال مولان من وجهالات كردستان إيران في مستشفيات السليمانية خشية وخوفا من إيران يعد انتصارا؟ وهل يعد انتصارا أن يسخر الاتحاد الوطني جميع موارده لمعاداة كردستان؟ من يستخدمونه يعلمون جيدا أنه شخص متدن منحط. في نيسان 26 وفي قمة انتصار بافل طالباني برز كدمية متحركة، فسعى هو ووسائل إعلامه إلى تصوير منصب رئاسة الجمهورية العراقية وتسليم منصب محافظ كركوك كانتصار. إن أسوأ وأبشع ما يصيب أمة وشعبا وتطبيع الخيانة وتبريرها، وهذا ما يفعله الآن الاتحاد الوطني وبافل طالباني، إذ يصورون الخيانة على أنها نصر. لكن دعونا نسأل، بافل طالباني الذي باع كركوك 3 مرات على من انتصر؟ هل حقق انتصارا على مستعمري ومحتلي كردستان؟ كلا، بل على العكس تماما. كل من يكن ألد العداء لكردستان الآن هو راض عن بافل طالباني. إيران التي تسعى للقضاء على الكرد وإبادتهم راضية عن بافل. شيعة العراق وسنته الذين يسعون جاهدين للقضاء على كيان إقليم كردستان ونظامه الفيدرالي راضون عن بافل. ريان الكلداني الذي يعتبر الكرد ألد أعدائه ويقول سنخلي سهل نينوى من الكرد ويوجه وسائل إعلامه لمهاجمة الكرد راض تماما عن بافل. دولة باغشالي الذي بارك تعيين محافظ تركماني في كركوك بعد 89 عاما قائلا كركوك للأتراك راض عن بافل. بريطانيا وبعض اللوبيات الغربية التي تخشى قوة الكرد وتستخدم العراق ضدهم وفق مصالحها وأجندتها راضية عن بافل. يقول فيدل كاسترو إذا أثنى عليك أعداؤك فاعلم أنك ارتكبت خطأ كبيرا، وإذا ذمك فاعلم أنك على الطريق الصحيح. نعم، بل هناك عار كبير في موقف بافل طالباني.
وما يستغلونه ويستخدمونه يقوون شخصيته، ولكن عندما يحين الوقت سيسحقونه في أول خطوة. بافل طالباني الآن عاهر سياسي يتم استغلاله واستخدامه من قبل الجميع لتقويض كيان إقليم كردستان وتضييق الخناق عليه. أثبت لنا التاريخ السياسي أن الجيش لم ولن ينتصر أبدا، وإنما انتصر الجيش خسرت الأمة الكردية وضاعت. والمحصلة هي أن مآل الجيش هو جحيم الحمير. لن يفلح العاهرة السياسيون الانتهازيون، فهم وصمة عار في صفحات التاريخ السوداء، ومكانهم مزابل التاريخ مع الخونة عديم الشرف والكرامة. ما يصوره بافل طالباني وإعلامه على أنه نصر ليس إلا بروزا للجاشيات والعهر السياسي. وليعلم جميع الخونة والجيش أن نهايتهم قريبة وهلاكهم حتمي.